قدر الله وما شاء فعل. هو ده اللي نقدر نقوله في اي حدث بيحصل. ربنا يرزقنا ذكره في كل وقت وفي اي مكان وفي اي ظرف. ده ازاز الفرن يا اخواتي، خلوا بالكم وانتوا بتفتحوا الفرن. لو هتزودي مثلا صينية مية او هتشدي صينية، برضو خلي بالك مفيش نقطة مية تنزل منها. وانا مش عارفة بصراحة ايه السبب. هو الفرن ده غير الفرن بتاعي في مصر، بس انا اتفاجئت بيه عمل العملة دي، والحقيقة مرضتش اشغله تاني مع ان انا جوه سالك يعني مفيش حاجة مسدودة، بس اتفاجئت بيه كده. الازاز اللي بره سليم، بس ما حاولتش اشغله، وما تحاوليش تشغليه الا ما تغيري رف الازاز اللي جوه ده. هنا طبعا في السعوديه ما اعتقدش محدش بيغير الازاز، فانا كده الفرن هيترمي. انما اكيد لو في مصر هتغيري الفرن. انا هسأل برضو يعني، هشوف هل في صيانه، هل في حد يعمل له تغيير ولا لا. بس خلي بالك، لان انا فكرت مثلا ان انا الم الازاز ده واشغله مادام الازاز اللي بره سليم، بس لما كلمت مختص يعني قال لي لا، الازاز اللي بره بيبقى اضعف، فما تحاوليش تشغليه. وربنا يحفظنا جميعا. وقلت اقولك بس يعني ايه، ما تفكريش زي ان مادام ده اتكسر واللي بره شغال ممكن تكملي اكلك. انا كنت هكمل الاكل عليه عادي، بس وقفته وشغلت الفرن الكهرباء. فربنا ينجينا جميعا، وربنا يكفينا النار وشرها وحرها، ويرزقنا ذكره في كل حدث. فده اهم حاجة، ان لكل شيء وقت ولكل شيء كتاب. بس نخلي بالنا من نفسنا ونفتكر ان ده ربنا بينجينا وبيفادينا من حاجات اكبر. خلي بالك ان دايما مروحة الفرن سليمة وشغالة، بس انا متأكدة ان ده اكيد نقطة مية او حاجة، بس ما حصلش معايا كده في اي فرن قبل كده. فخلي بالك، اوعي تفكري ان انت تشغلي والازاز اللي بره شغال بس سليم يعني. ربنا ينجينا جميعا، وربنا يحفظنا ويبعد عننا الشر والعين وكل حاجة وحشة. الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء.